دابا الاخوان هاد الكومبوست هذا غادي نقلبو ان شاء الله. كما كتشوفوا الحراره هي باقا في 55، كنطلع حتى ل 65 ودابا هبط عاوتاني ل 55. المهم غادي نقلبو باش يدخل مع الاكسجين عاوتاني، وغادي نرشو بشويه ديال الماء، وغادي نشرح لكم السبب علاش هاد الكومبوست هذا كطلع الحراره ديالو. على حساب الكومبوست علاش كطلع الحراره ديالو، حيت كاينين كائنات دقيقه بحال البكتيريا والفطريات اللي كاينين في الكربون. كما قلت لكم داك النار هو هاد الوراق ديال الشجر والنجاره الكرتون، هادو كاملين كربون. والنيتروجين بحال ديك القهوه والقشور ديال الخضره والغبار ديال الدجاج وديال الحيوانات كاملين، هادو كاملين كيتسموا نيتروجين. ودابا في هاد النيتروجين هذا كاينين ميكروبات، وفي الكربون كاينين ميكروبات اخرين. ودابا هاد الميكروبات هادو كيبداو يحلوا هاد المواد العضويه اللي قلت لكم دابا، وهاد العمليه هادي هي اللي كتخلي الحراره تطلع، هي اللي كتخلي الحراره ديال هاد الكومبوست هذا باش تطلع. واهم الاسباب اللي كيخليو السخونيه تطلع هي وجود مواد عضويه كثيره قابله للتحلل. هاد المواد العضويه هما اللي قلت لكم، بحال الوراق ديال الشجر، بحال القهوه، بحال القشور ديال الخضره، بحال باش ما كيكونوا كتار باش ما كتطلع الحراره مزيان. والرطوبه خصها تكون حتى هي مناسبه، المهم ديما خصو يكون فازك شويه. والاكسجين خصو يكون الاكسجين ضروري، خصو يكون الاكسجين باش الكومبوست كيطلع هو هذاك مزيان. وباش ما كان الكومبوست طالع مزيان، بحال دابا كدير متر مربع وكتطلع واحد متر اخر الفوق ولا متر ونص، بحال هكا كيكون الكومبوست كتير كتطلع السخونيه ديالو وكيطلع الكومبوست مزيان. وهاد الحراره كتوصل خصها تكون بين 50 و 70 درجه مئويه. هادشي في مرحله ديال التحلل، وهادشي عادي كيعاون على قتل بزاف ديال بذور الاعشاب، بحال داك الربيع اللي كيطلع فاش كتكون زارع شي حاجه، كيطلع الربيع. بحال دابا النعناع، فاش كدير النعناع كيطلع لك الربيع مع داك النعناع وداك الشيء. ولا كنتي كدير هاد الكومبوست هذا كيقتل هاد الاعشاب هادو، وكيقتل دوك الميكروبات الضاره حتى هما. الميكروبات اللي كيقتلوا لك النبته ديالك حتى هما كيقتلوهم هاد الكومبوست هذا. وإلا هاد الكومبوست صوبتيه بحال هكا والحراره ديالو هذا زعما على حساب اسمحوا لي، الا صوبتي هاد الكومبوست كطلع منه شي ريحه خانزه ولا شي حاجه، اعرف باللي النيتروجين غالب على الكربون. خاص ديما الكربون يكون غالب على النيتروجين، الكربون 70% والنيتروجين 30% بحال هكاك. وإلا طلعت هاد الريحه هادي كيخصك تقلبو وتزيد الكربون باش عاوتاني كيرجع للتوازن ديالو. المهم الاخوان كاين بزاف ما يتقال على هاد الكومبوست هذا، ان شاء الله مازال غادي نعطيكم معلومات بزاف عليه. وهذا ما كان، هذا هو الكومبوست. دابا غادي نقلبو ان شاء الله، لقيتوني دابا غادي نقلبو. وكما قلت لكم هذاك هو اللي كنتصاوب، هذا راه موجود، هذا راه واجد. حتى هو راه كان بحال هذاك اللي وريتكم دابا، حتى هو كان بحال هكاك، ومع الوقت كيولي بحال هكا، كيتحلل وكيتبتخ، كيولي بحال هكا.